مستحيل، مش ممكن في الاخر تبقى دي عقده كريستيانو، ومش ممكن التاريخ اللي بيتعدى يا جيسوس. موسم النصر بيتدمر في اخر لحظات، حرفيا بيضيع في اخر 3 ماتشات في الموسم. كان كسبان الهلال وهيحسم الدوري فيجي فيه التعادل من خطا غريب في اخر ثانيه، والنهارده بيخسر نهائي اسيا 2 من الفرصه الوحيده تقريبا اللي المنافس عملها على الجون، وفي اخر ماتش قدام ضمك في الدوري لو ما كسبش يخسر الدوري لو الناحيه الثانيه الهلال كسب. ولو حد قال لكريستيانو من 5 سنين ان الفرق اليابانيه هتبقى عقدته مستحيل كان يصدق. فاكرين اللقطه اللي كريستيانو كان بيكلم فيها نفسه في بطوله اسيا؟ دي كانت لما خسر نص النهائي قدام كواساكي فرونتال الياباني. النهارده بيجي جنب اوساكا الياباني ويأكد على العقده ويحرم رونالدو من اول لقب اسيوي ليه. واللي عارف جيسوس كويس عارف انه تقريبا شاف الموسم ده قبل كده بالحرف، او مأساة ال 15 يوم في نهايه موسم 2012 2013. جيسوس كان مدرب بنفيكا ومتصدر الدوري لحد الجوله 29. يوم 11 مايو 2013 بيخسر الصداره صالح بورتو بعد ما خسر 2-1 بجون في الدقيقه 92، وبيقع جيسوس على ركبه في المشهد الدرامي الشهير. بعدها ب4 ايام في نهائي الدوري الاوروبي بيخسر من تشيلسي في الدقيقه 93 برأسيه ايفانوفيتش اللي خلت النتيجه برضه 2-1. واخيرا يوم 26 مايو في نهائي الكاس قدام فيتوريا جيماريش كان متقدم عشان يجي فيه جونين في الدقيقه 80 و82، واكيد انت حفظت النتيجه. الجوله الاخيره للنصر هتكون قدام ضمك يوم 21 مايو. فيا ترى كريستيانو هيكسر لعنته ولعنه جيسوس ولا الاثنين هينزلوا سوا على الارض؟